السلام عليكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن منتخب مصر وفوزه على فريق أثيوبيا 2-0 في تصفيات كأس العالم. المباراة كانت في المغرب، الفوز 2-0 بهدفي محمد صلاح وزيزو. هنتكلم عن النادي الأهلي وهزيمته من إنبي في كأس الرابطة، البطولة اللي ما كانش النادي الأهلي المفروض يلعب فيها من الأساس عشان يدعم موقفه في موضوع الانسحاب من مباراة نادي الزمالك. وهنتكلم عن الزمالك وبيسيريو بصراحة عامل جَلَك في نادي الزمالك بسبب النواحي الخططية اللي بيلعب بيها، وهي فاشلة ولكن الحظ بيخدمه. بدايةً إذا اتكلمنا عن المنتخب، فأكيد أنتم عارفين رأينا هنا من البداية إنه حسام فنيًا قليل جدًا وأقل من كل مدربين مصر بصراحة. وده واضح على المنتخب في الفترة اللي فاتت ما فيش أي شيء جديد، بل بالعكس أنت بتتكلم عن خطط تدريبية قديمة ولعب قديم ولعب بدائي. المنتخب بيعتمد فقط على المهارات الفردية بالنسبة للاعيبة الكبار، إذا اتكلمت عن صلاح أو مرموش أو زيزو أو غيرهم من اللعيبة. والمنتخب عشان يظهر هتبُص تلاقيه مثلًا مع فرق كبيرة أو في بطولة كأس الأمم للأسف الشديد. مش لازم تخسر بطولة كبيرة زي كأس الأمم أو تعمل نتايج سيئة في كأس العالم عشان تمشّي مدرب أنت حاسّه إن هو أقل من مدربين يعني كثيرين حتى في الدوري، يبقى المفروض تمشّيه. برضه ده واضح على شغف الجماهير، ما حدّش مهتم بالمنتخب لإنه شايف الأداء يعني ضعيف. وبعد كده المنتخب في كأس العالم أكيد هيبقى متواجد، لإن 10 فرق هيصعدوا ومنتخب مصر معهوش فريق قوي بيلعب معاه في نفس المجموعة. الفوز أكيد بفوز شكل طبعًا أداء غير مرضي، ولكن الفريق ضعيف، أثيوبيا فريق ضعيف، فما فيش شيء يُذكر بالنسبة للمباراة. ما هاتكلمش أصلًا عن أي حاجة يعني لإن ما فيش حاجة مهمة بالنسبة للمنتخب. إذا اتكلمنا عن النادي الأهلي من الأساس أنت عشان تدعّم موقفك بالنسبة إزاي بتهدد بانسحاب من الدوري وأنت ما قادرش حتى تنسحب من كأس الرابطة اللي هي ما لهاش لازمة وما لهاش حتى عقوبة يعني قوية. إذا اتكلمت عن مليون جنيه غرامة أو كده، فالموضوع كان بسيط. أنت الاتحا ال ال أعضاء الرابطة اللي هم عملوا المشكلة بالنسبة للنادي الأهلي، دي بطولة خاصة ليهم، فأنت بتلعب فيها كإنّك كده أنت تنازلت عن كل شيء. ده في البداية، يعني كان ينبغي النادي الأهلي تدعيمًا لموقفه إنه ما يشاركش. طيب شارك، باشارك أنا باللعيبة الأساسية وبعد كده النادي الأهلي يقول بنلعب بالناشئين. علي معلول، وبتتكلم عن السولية، بتتكلم عن قفشة، بتتكلم عن ياسر إبراهيم، يحيى عطية، أكرم، كل دي لعيبة ناشئين. دول لعيبة كبار وفوق السن. الهزيمة صعبة حتى في المباريات الودية، ما بالك مباراة رسمية. إنبي طبعًا أكيد فاز وبأداء قوي. النادي الأهلي يعني بيعاني من كمان من موضوع الانسحاب، مأثّر نفسيًا حتى على اللعيبة للأسف الشديد. كمان المشكلة الأكبر إن أنت لعيبة النادي الأهلي بتعمل حاجة غريبة ويبدو إنه الجهاز الفني ليه دور فيها، إن اللعيبة لمّا بيدخل فيها هدف كلّهم يرفعوا إيدهم، على إيه ما تعرفش. يعني امبارح ترند طالع بالنسبة للاعيبة النادي الأهلي كلّه، طب حتى الم ال 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 الكابتن بس حتى يرفع إيده أو يعترض على الحكم. لأ ده كلّه زي ما أنتم شايفين الصور جاية في حتى في حساب إنبي كده عاملين اللي شامم ريحة غاز يرفع إيده، تريقة وسخرية، موقف يستدعي السخرية. لمّا نتكلم عن أكرم توفيق، ده داخل الجون، يعني 2 لعيبة، واحد قاعد على الخط والتاني جوّه مرمى النادي الأهلي وبيتكلم عن offside وواقفين كله، يعني حاجة غريبة، حاجة غريبة. النادي الأهلي أكيد بيعاني، ولازم النادي الأهلي يبقى فيه جدية حتى في المباريات اللي هي بالنسبة لكأس الرابطة. إذا اتكلمنا عن نادي الزمالك، فبيسيريو عامل مشاكل كل مباراة يلعب ب3 مدافعين والفريق يلعب بشكل سيء ويدخل في هدف ويرجع في المباراة.
ويبدو إنه الأجانب عندهم قصة إنه يعني العنادية في الفكر، لأ أنا لازم أنفذ خطتي وخطتي هتبقى ناجحة، رغم إنه 5، 6 مرات يعملها، ما فيش مرة الزمالك بيتقدم، دايمًا بيتأخر، بيرجع أيوه، لكن أنت كان في فرص كتير بالنسبة لفريق الجونة إنه يعزّز الفوز، أكيد الزمالك هيوقع بسبب هذا الفكر العقيم بسيريو، اللعب ب 3 مدافعين قدّام أي فريق قوي أو ضعيف. للأسف الشديد لازم يبقى في حد يلفت انتباهه إن الموضوع ده واضح، واضح إنه موضوع فاشل بالنسبة بسيريو، وتغيير الخطة في الشوط التاني شكل سيء بالنسبة لنادي الزمالك مع بسيريو اللعب بهذا الشكل العقيم. النادي الأهلي لازم يصحح أوضاعه، النادي الأهلي عنده مشاكل، في اهتزاز بالنسبة للثقة. يعني أنا مُعترض تمامًا، ما كانش النادي الأهلي ينبغي إنه يشارك في بطولة سهل إنّك ممكن يعني ما كنتش تلعب فيها وتحفظ كرامتك. بالنسبة للمنتخب مع مباراة تانية، والأهلي والزمالك هيلعبوا برضه في كأس الرابطة مباراتين قادمتين في الأيام القادمة. شكرًا ليك.